السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل اي كلام ما تنساش انك تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. الدعم اللي جاب لاخواتنا الفلسطينيين اللهم كن لهم عونا ونصيرا. طب يا صديقي، معانا النهارده شرح طريقة عمل رقم اذربيجاني من تطبيق سافيو. كل اللي عليك انك تكون مركز معايا في الشرح، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان كل ما انزل اي حاجة جديدة يوصلك بقى اشعار. ويلا بينا على الشرح. مبدئيا كده، ده نسخة سافيو. طبعا النسخة مكونة من باسورد أنا بقوله أربع رقمين في رقمين، وهي مكونة من أربع أرقام أنا بقولهم رقمين في رقمين. كل اللي عليك إنك تركز معايا بس، عشان هقولك شوية ثغرات كده لازم تكون مركز معايا فيهم، وسايب لك مفاجأة في آخر الفيديو. طب تمام، التطبيق دخل اهوت. طبعا أنت عندك رقم زي ده، أو مثلا اللي أنت هتعمل كده، وبعديها مثلا هتسجل حساب تاني، أو الحساب ده حساب قديم يعني هو كان في النسخة قبل كده. تمام، فأنت هتاخد الحساب كده، تاخد الرقم واخده نسخ. طبعا الرسائل بتوصل هنا في المنطقة دي كده. طبعا عندك هنا اللي هي جهات الاتصال، وعندك هنا الرسائل. وطبعا لو انت بتطلب دولة لطيفة اللي هي تفاريد تليجرام، فالحاجات هتوصلك هنا. عندك هنا بقى الاعدادات اللي هي بتلاقي مثلا الرقم كده. طبعا طالما عندك اللي هي برايمر دي اللي هي العلامة الصفرا دي مش حمرا، يبقى كده الحساب شغال. طبعا عندك هنا مثلا لو انت عايز تضيف حساب او اكتر، نخرج كده. وطبعا بعد ما خدنا الرقم كده هنروح داخلين مثلا على اي نسخة واتساب. وتبدأ مثلا انت تحط كده، وأول جزء من الباسورد هيكون 10. أول جزء من باسورد النسخة هيكون 10. بعديها تروح تطلب كود على الرمبة. طبعا احنا هنشوف هو بنسبة 70%. هيقولك حاول بعد ساعة، اللي هي الرسالة المعتادة دي. طبعا اللي هي الرسالة دي ملهاش غير حلين: يا إما انت تطلب على قرص الساعة، أو إنك تطلب بكود فك تخمين. يعني انت لو معاك كود فك تخمين، أو بتعرف تكتب على كود فك تخمين، فانت لو فكيت تخمين للرقم ده بعد ساعة يشتغل معاك. أو اللي هو انت تطلب على رأس الساعة، لأن في خلل في سيستم تطبيق سافيو نفسه. طبعا هنرجع كده مثلا. طبعا مثلا انت عايز تضيف حساب تاني، تعمل تسجيل الدخول. بعدها مثلا كده تحط الحساب. بعدها مثلا تحط الباسورد اللي هو بيكون 4H. طبعا طول ما انت بتجرب بقى غير راس الساعة، أو إنك بدون فك تخمين، الرقم بنسبة 90% مش هيشتغل معاك. طبعا مثلا عندك ده رقم تاني، هنحطه نسخ. هنخرج كده. طبعا بعدها نحط الرقم كده ونطلب عليه كود. طبعا هو بنسبة 90% هيجيبلك ايه اللي هو ايه حاول بعد ساعة، اللي هي الرسالة المعتادة اللي انت عارفها دي. فانا قلت لك الحل: يا اما تستخدم اول الساعة، عشان بس ساعات اللي هو البوت اللي معايا انا اللي بسلم البوت، هسيب لك بوت طبعا حساب بيديك حسابات سافيو. طبعا الحسابات دي البوت مجاني وكل حاجة، بس كل اللي عليك انك هتدخل وتطلب الحسابات سافيو. هو بيوجهك عليا فانا اللي بديك الحسابات. طبعا انا بلاقي واحد مثلا واخد الحسابات ونص ومجرب التلات حسابات في نفس الدقيقة، فبيظهر له الرسالة دي اللي هي الرسالة دي. فانت لازم أن تطلب على رأس الساعة. طالما انت ما طلبتش على رأس الساعة يجيب لك الرسالة دي. او انت بقى لو معاك كود فك تخمين، فانت هتقدر تحل المشكلة دي وتقدر تفك الرقم وتشغله عادي. وبس كده نكون وصلنا لنهاية شرح الفيديو. ما تنساش تعمل لايك واشتراك وكومنت وتشترك في قناة التليجرام. واشوفك الفيديو الجاي يا عمر. وخد اخر رقمين من الباسورد اللي هما يكونوا 10. اخر رقمين من الباسورد يكونوا 10. سلام.